تعال اقول لك. عكيت الدنيا قبل كده مع مديرك؟ طيب بوظت خروجه قبل كده مع اصحابك؟ طيب مفيش مرة كده قلت كلام اهبل قبل كده قدام الكراش بتاعتك وبقى شكلك وحش؟ لو ده حصل قبل كده يبقى الحقيقة ان اللي عمل كده مش انت. اللي عمل كده هو الخواف اللي جوه دماغك، اللي انت سايبه يسوق لسانك ويفضحك قدامه. كلمة واحدة بس بتخرسه قبل ما يفتح بقه ويوديك في 60 داهية. انا ياسر ودي الحلقة 2 من الثلاث سواقين. يلا نتعلم نخرسه ازاي. الخواف اللي جوه دماغك ده عامل زي العيل الصغير، اول ما يحس بخطر يصرخ باي كلام علشان ينجو ويهرب من الموقف. الخطر ده ممكن يكون سؤال من مديرك، او طلب من صاحبك، او عتاب من حبيبتك. رد فعله بيكون واحد: يعتذر ويوافق ويهرب، والنتيجة انت اللي بتخسر كل مرة. علشان نوقف ده لازم نعمل حاجة اسمها قطع النمط. وده مش كلامي، ده مبدأ أساسي في العلاج السلوكي المعرفي، السي بي تي. في السي بي تي في تقنية اسمها thought stopping أو إيقاف الفكرة. دي بتستخدم لما دماغك تدخل في دوامة من الأفكار السلبية التلقائية، والأفكار السلبية دي بتولد مشاعر سلبية، ولما بتحس بالمشاعر دي بتتصرف على أساسها، فيكون ردك مهزوز أو تندم عليه بعد كده. الحل ببساطة بتدي أمر صارم للمخ عشان تكسر الدايرة دي وتخلق مساحة واعية يقدر وقتها العاقل اللي جوه دماغك إنه يرد أو يتصرف صح. الموضوع ده طبعا مش بيحصل في يوم وليلة، ده بيحصل لما تخلي الموضوع دايما في بالك وتتمرن عليه كتير في حياتك اليومية لحد لما يصبح عادة عندك. أمرنا الصارم هنا هو كلمة ثانية واحدة. بتقولها في سرك بينك وبين نفسك قبل ما تفتح بقك بكلمة واحدة. الثانية دي هي إيقاف الفكرة بتاعة الخواف اللي في دماغك إنه يرد أو يتصرف، لأنها بتكسر نمط الرد التلقائي وتجبر مخك إنه يستدعي العاقل بدل ما يسيب الخواف اللي جوه دماغك يسوق. طيب تعالى نشوف تطبيق الكلام ده عملي بيكون إزاي. فمثلا مع الصحاب، صاحبك قالك يلا ننزل القهوة دلوقتي حالا، وانت ميت من التعب وعندك شغل. الخواف اللي جوه دماغك عايز يقول ماشي انا جاي لك، علشان انت خايف ان صاحبك يزعل. علشان تخلي العاقل اللي جوه دماغك هو اللي يرد، بتقول في سرك ثانية واحدة. كده انت طبقت ايقاف الفكرة، الخواف سكت، العاقل اللي جوه دماغك لحق يفكر انا عايز ايه. فبترد بصوت عالي: ما اقدرش دلوقتي والله يا صاحبي، ينفع نخليها بكره؟ كلمة ثانية واحدة حفظت طاقتك وما خسرتش صاحبك. التطبيق التاني في العلاقات، حبيبتك او خطيبتك بتقول لك انت ليه ما ردتش عليا بسرعة وانت كنت في ميتنج وما شفتش الموبايل. الخواف اللي جواك عايز يقول انا اسف، حقك عليا، انا حيوان، علشان تتجنب الخناقة. الحل ان انت تقول في سرك ثانية واحدة. انت كده قطعت نمط الاعتذار التلقائي. العاقل اللي جوه دماغك لحق يفكر، فترد تقول انا مش غلطان بس هي قلقانة. فترد بصوت عالي وتقول انا كنت في ميتنج والله ولسه شايفها، قلقتيني في حاجة. كلمة ثانية واحدة حولتك من متهم لبني آدم ليه كرامة. التطبيق التالت في الشغل، مديرك يقولك تقدر تخلص التاسك ده النهاردة وانت عارف ان هو هياخد 3 ايام. الخواف اللي جوه دماغك عايز يقول احاول يا فندم، وكلمة احاول هنا دي شهادة وفاة لان هو مش هيخلص قبل 3 ايام. علشان توقف الخواف ده بتقول في سرك ثانية واحدة. انت كده وقفت فكرة لازم ارضيه. العاقل اللي جوه دماغك لحق يحسبها، فبترد بصوت عالي علشان يطلع بجودة صح محتاج يومين، لو مستعجلين ممكن اخلص جزء منه النهاردة، تحب ايه؟ كلمة ثانية واحدة في سرك وقفت الخواف اللي في دماغك اللي خايف ان المدير يزعل منك. الخواف ده بيشتغل 3 شيفتات. عندك بقى شغال في شيفت الشغل، شغال في شيفت الصحاب، شغال في شيفت الحب. وانت مهمتك
توقفه في التلاتة بتقنية إيقاف الفكرة بكلمة ثانية واحدة في سرك. ده مش كلامي، ده علمي. جربها النهاردة في موقف واحد بس وتعالى قول لي. اكتب لي في الكومنتات الخواف بيوديك في داهية أكتر فين؟ هل في الشغل؟ هل في الصحاب؟ هل في العلاقات؟ ولو عايز تعرف ازاي تروض العنيد اللي جوه دماغك اللي بيخليك تخسر الناس، اشترك وفعل الجرس، لان الحلقة الجاية عنوانها العنيد اللي بيكسب الخناقة ويخسرك الشخص. سلام.